هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة؟ هو ده موضوع الفيديو، فخليك معايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. قول صدق الله العظيم كلمة حق ومعنى صدق، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن الاعتقاد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقولونها عقب كل قراءة للقرآن، هذا اعتقاد غير صحيح، وهذا هو الخطأ بعينه. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في نهاية كل قراءة للقرآن يقول صدق الله العظيم، ولم يرد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عقب كل قراءة للقرآن يقولون صدق الله العظيم. فالاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين كانوا عقب كل قراءة للقرآن يقولون صدق الله العظيم، هذا هو عين الخطأ. فليس هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو نهج صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن متعبدون لله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: خذوا عني مناسككم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، زادكم الله حرصا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.